مرحبا. هلا انا كمبرمج بتنقل كتير، واخر 3 شهور او اخر يمكن سنة نقلت فيها يمكن ب4 دول. اوكي، فلاحظت انه لازمني الشاشات. فقبل ما اسافر انا بلشت اشتريت هاي الشاشة اللي هي الانوكين. هي موجودة بامازون بالمانيا، وهي الشاشة نفسها. فاشتريت التنتين لحتى فوق انه باخذ العلم، وتحت انه بدون. اوكي، ها هو السمكة. ميز هاي الشاشات ما بدها شو اسمه، ما بدها انرجي، ما في داعي انك فيك توصلها بالتايب سي مباشرة وتوصلها. الثانية لانه هذا ما فيه 3 مداخل، لانه فيه عنده مدخل للطاقة ومدخل للعادية. فما فيه يعني ما بيعطي طاقة الا لوحده، فاضطريت اني اوصلها هون بهاي اليو اس بي. اوكي، فهدول الشاشتين هيك انه ريحني ما اشتري شاشتين كبار، وهي حجمها 15.4. الميزة بهاي الشاشة هلا خلينا نحكي فيها، انه يلي عجبني فيها انه دقتها كواد اتش دي، يعني مثل دقة شاشات الاي ماك. اوكي، اللي هو اللابتوب الماك بوك برو وهي الشغلات. وهذا هو الكيبورد اللي انا بعتمد عليه بشغلي. كتير كتير مريح وكتير يعني efficient. في عندك هذول تبع اللي بطقطقوا طقطقه، ما عجبوني ابدا بالنسبه للبرمجه. واشتريت هاي الساعه، صار عندي اشتريت من ماليزيا، ميزتها بتقعد اسبوعين بشحنة واحدة، بعكس ساعة ابل اللي صراحة كشكل حلوة، بس بتقعد معي تقريبا يوم ونص. وهي فيني ادفع منها، وهي كمان فيني ادفع منها. فهذا هو الشيء. هذول ما فيك تعتمد على السماعات تبعهم، لانه فتحتهم صغيرة والصوت كتير كتير واطي. فعشان هيك عم بستخدم هاي السماعة، صار لي عم بستخدمها تبع سوني، مشهورة كتير، يمكن W4 او 3 هي القديمة الموديل. فميزتها انه بتعزلني وبضلني مركز بالشغل. هلا هي شو هي رجائي، يعني هي انت شو بدك فيها؟ والله هي لحتى اني ارفع الشاشه اللي فوق لحتى يصيروا اثنين فوق بعض، لانه راسي صراحه لما احطهم الاثنين جنب بعض هلا، فدايما بدي الف راسي يمين يسار، بتوجعني رقبتي. فانا بحب بس اطلع لفوق. وهي بس رفعتهم، يعني انه مجرد حل مؤقت، لانه كل مكان بروح له بكون في شغله، فحطيتها هي. وهي كانت عيد الحب، هديتها لزوجتي فاستخدمتها لهون. اوكي، وما نستنى الماوس العظيمه، اكيد معروفه. هي ميزتها انه فيها يعني اكثر من حركه. مثلا هلا لما ارفع مثلا لفوق، فشايفين هون صار في سكرين. هلا بدي مثلا نزل لتحت، هون بساوي الكوبي والهاي الشغلات. اوكي، فميزتها هاي كتير كتير، يعني ما بستغني عن هاي الماوس. عندي كمان وحده تانية، هذا الاصدار الجديد اللي فيها النقره ما لها صوت، عشان سامعين. فهي كتير مفيده. تعالوا نحكي عن الشناتي. انا اشتريت هاي الشنتاية من ماليزيا، وصراحة عندي كمان شنتاية تانية هلا برجيكم اياها. فهي المشكلة انه صغيرة وما بتسع غير لابتوب واحد، واحيانا نحن عم نتنقل اماكن كتيرة، فما حسيتها عملية. غير انه الواحد لا يتنقل تنقلات عادية، يعني تنقلات يعني ما فيك تحط فيها اغراض، بس شغلاتك الشخصية. لهيك اشتريت هاي الشنتاية اللي هي الكابتنسون. شو اورجيكم اياها، ها هي. اوكي، فهاي الشنطاية صراحة بتسع كتير، مداخلها كتيرة، بتخدم الواحد، بتحط فيها كذا لابتوب، ما بتقول أخ. وعندك هون مكان مخصص للأوراق، وعندك كتير شغلات فيها حلوة. ومن هون عندك بوكس خاص فيها، يعني من هون فيك مثلا، هي معزولة هون يعني، لأنه هلا أنا عم صور بإيد واحدة ما فيني صور. فلما تفتح هذا البوكس لحاله خاص، بتحط فيهم البواط إذا بدك تحط فيهم الشواحن، إذا بدك تحط فيهم كل شيء، سماعات. فهذا قسم يعني منعزل عنه. أوكي، فهي سعرها بأمازون 170 يورو. أوكي، أنا أخذتها من كولن بمنطقة اسمها فوغلز ب 130 140 يورو. أوكي، 139 يورو أخذتها. أوكي، فلما لقيت أنه أرخص ففورا أخذتها. ما نستنى. هلا هي أغراضي كلها وأسلاك فايتة ببعض، لأنه الواحد عم ينتقل كتير. وعلى الايفون بس مو مشكلة. بنيجي لهون. هي كتير ضرورية، 220 واط. اشتريتها يمكن ب60 يورو. شايفين كم وحدة عم بشتغل فيها؟ يعني معبيها للشواحن والهاي الشغلات، لاني هون موصلها شو اسمه باللابتوب، وهي عم بشحنها، وهي واصلة بهاي، وشغالين على هذا الاساس. اوكي، ها هو السيت اب تبعي حاليا مؤقتا لبين ما انقل على بيت على المانيا ان شاء الله. فبحكي لكم عن تجربتي كيف لقيت بيت بسرعة. فانا هلا صار لي بس يمكن شهر. هلا هذا كله السيت اب باير بي ام بي،
اللي ماخده انا. اوكي، بتمنى انه وصلتكم الفكرة. حبيت اصور لكم، ما بحب اني بالغ بالتصوير، حبيت اصور لكم الواقع انه كيف هو حاليا. اوكي، وهي كمان خليني ارجمها شوي. وهي الشنتاية اللي خدمتني خدمة العمر، هي قعدت معي تقريبا حوالي، ثواني بس اطلع فيها. هاي الشنتاية الثانية، رجائي كلك شناتي، الشناتي صارت عندي ادمان. هاي من ماركة موسكلين تبع الكتب تبع النوتيتسن والهاي الشغلات. هاي صراحة خدمتني كتير ولحد الآن محتفظ فيها. مشكلتها ريحتها تغيرت مع الوقت من جوا، يمكن اغسلها أو ما بعرف شلون بدي انظفها من جوا، بس قوية جدا. هاي اشتريتها 115، حاولت اشتريها مرة تانية صراحة، بس كان سعرها 210، فقلت لحالي خلاص رح لاقي لي موديل تاني. بس صراحة قماشتها وقوتها يعني بتأدي كتير. اوكي، عشان انه توصل لكم الفكرة. بتمنى انه هالفيديو كان مجرد فيديو بسموه يعني عفوي، لتعرف انه الواحد كيف حياته. وبتمنى لكم نهار سعيد. الى اللقاء.